السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. قبل ما نبتدي في موضوع الفيديو، بالنسبة للميك اب لوك دوت اللي هو يعني طبيعي جدا وسهل جدا، وبنات كتير كانت بتسأل عليه. انا عملته لكم. مش عارفة هيكون نزل ولا لا. لو نزل هسيب لكم لينك الفيديو تحت، لو ما نزلش استنوا. تعالوا بقى نتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا. يلا بينا. طيب، بداية الفيديو بتاع النهاردة هو لمجموعة فيديوهات كده. أنا كل فترة لما بلاقي عندي حاجة كوبي وحاجة اوريجينال بحب أقول لكم عشان تعرفوا. ودائما وأبدا سوف أقول هذه الجملة: عايزة تشتري حاجة كوبي، رغم طبعا إن أنا أكيد مش عايزك تشتري حاجة كوبي، لكن لو انت قررتي انك تشتري حاجة كوبي لازم تكوني مشتريها كوبي بمزاجك، مش مضحوك عليكي. يعني مينفعش تشتري الحاجة وتدفعي فلوسها على اساس ان هي اوريجينال وبعدين تلاقي الحاجه مضروبه. دي حاجه انا يعني لو حصلت معايا اكيد يعني هفكر اللي عملها فيا، لان حقيقي انا ما بحبش حركه زي كده ابدا. انا ادفع الفلوس في حاجه كوبي بمزاجي، انا عارفه ان هي كوبي وانا مشترياها. تمام كده. فالنهارده ان شاء الله هنفرق بين منتجين من اشهر لا مش منتجين، 3 منتجات من اشهر المنتجات على الساحه، او اشهر المنتجات الموجودين في الدراج ستور. وفي نفس الوقت بنات كتير جدا بتحبهم. فعشان تعرفي انت بتشتري حاجة اصلي ولا تقليد، فالنهاردة هنعمل الفيديو ده. يلا بينا نبتدي. ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تابعوني على الانستجرام، وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل لبنات كتير كتير جدا جدا. يلا بينا نبتدي. طيب، اول منتج هنتكلم عليه هو منتج من اشهر منتجات الميك اب. حتى الميك اب ارتست ما بيستغنوش عنه. تمام كده. وهو ايلاينر محمود سعيد. يعني ايلاينر محمود سعيد دوت من اشهر الايلاينر اللي موجوده على الساحه وارخصها في نفس الوقت. يعني الميك اب ارتست مهما اشتغلوا حاجات غاليه برضه ما بيستغنوش عن محمود سعيد، لانه سواده فاحم فوق الخيال. تاني حاجه مط تماما، مط يعني ما فيهوش اي لمعه، عامل زي الفحم بالظبط. تمام. عشان كده الميك اب ارتست بيحبوه جدا. طيب، نزل منه كوبي، وعايزه اقول لكم ان لو انت ما عندكيش الاوريجينال او انت ما تعرفيش الاوريجينال، لا يمكن هتعرفي ان ده الكوبي. تمام كده، غير لما تكوني اوريدي انت مجربه الاوريجينال. وعشان كده انا ركزت قوي عشان اقول لكم ازاي تفرقوا بين الاوريجينال والكوبي. تمام. اول حاجه تعالوا نتكلم عن الاوريجينال. ده الاوريجينال اهو. تمام. بصوا العلبه، يعني لا يمكن تفرقوها، يعني صعب قوي تفرقوها، صعب جدا جدا يعني. تعالوا بقى يا بنات نشوف مع بعض الفرق بين الكوبي والاوريجينال. اول حاجه هناخد بالنا منها هي العلامه المائيه. العلامه المائيه في الكوبي والاوريجينال، العلامه المائيه في الاوريجينال ماشي. بصوا شايفين الفرق بين العلبتين؟ صعب جدا تفرقيهم عن بعض، لكن طبعا زي ما قلت لكم اللي عارف هيعرف يفرق. اول حاجه العلامه المائيه في الاوريجينال بتبقى مطبوعه، يعني مطبوعه في قلب العلبه نفسها. تمام. لكن في الكوبي بتبقى ملزوقه، شايفين؟ بتبقى ستيكر. لكن في الاوريجينال بتبقى مطبوعه على العلبه نفسها من جوه. اول حاجه الاوريجينال ده كده الكوبي. بصوا ده الكوبي اهو، ده الكوبي وده الاوريجينال. ثانيه واحده. طبعا زي ما انتم شايفين، يعني انتوا اللي مش عارف صعب قوي يفرق. دول العلبتين زي ما انتم شايفين صعب جدا تفرقي بينهم اصلا، كل حاجه فيهم زي بعض. لكن اللي هتقدري تفرقي بينهم ايه بقى؟ من جوه المنتج نفسه. تمام كده. بصوا الاوريجينال او الكوبي هنعرف اول ما نرسم بيه. بصي هتعرفي على طول اول ما تحطيهم على ايدك، هتعرفي اذا كان ده كوبي ولا اوريجينال على طول. زي ما انتم شايفين، بصوا الاوريجينال شايفين بيقلب مط تماما 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 تماما. شايفين ما فيهوش اي لمعه ابدا. بصوا بقى الكوبي، بصوا اللمعه دي، وهينشف على اللمعه دي برضو. صحيح سواده حلو، يعني الكوبي سواده حلو برضو، لكن في لمعه. لكن بصوا الاوريجينال اسود فاحم زي الفحم بالظبط، ويعني مط ما فيهوش ادنى لمعه.
شايفين ده اوريجينال ده كوبي. اول ما تحطيهم على ايدك هتعرفي الفرق بينهم على طول على طول. وعايزه اقول لكم ان الاوريجينال متوفر عن صفحه يو بيوتي يا جدعان بارخص سعر ممكن تتخيلوا، ب 99 جنيه. ده ارخص سعر شفته لمحمود سعيد الاوريجينال، يعني تحفه بصراحه، يعني سعر حلو قوي قوي قوي. لو عايزه تشتري الاوريجينال بتاع محمود سعيد هتلاقيه هناك، والكوبي موجود عن صفحه الدكان. تمام، لكن الاوريجينال عن صفحة يو بيوتي وبسعر تحفة. مش بس كده يا بنات، اللي هيستخدم كود اللي هيطلع لكم دلوقتي على الشاشة مع صفحة يو بيوتي رورو 100 هياخد هدية مع اي اوردر هياخده من عن صفحة يو بيوتي. هتاخدوا كمان هدية مع الاوردر بالكود رورو 100. تمام كده، ده اول حاجة بين الايلاينر بتاع محمود سعيد الكوبي والاوريجينال. هنيجي بعد كده للمنتج التاني وهو الفيتمي، الفاونديشن بتاع فيتمي. ده يعني من اهم الفاونديشنات اللي موجوده، من اهم الفاونديشنات اللي موجوده في السوق هو فاونديشن فيتمي، لانه سعره حلو جدا، متوفر على طول. تاني حاجه خفيف على البشره، يعني للبنات زي البي بي كده، بل احسن كمان. فده من احسن الفاونديشن الموجوده في السوق. طيب كمان بيتضرب للاسف الفتره الاخيره، وعشان كده اصلا ميبيلين ابتدت تغير الباكجينج بتاعته. هوريكم لو عرفت اجيب صوره للباكجينج اللي ابتدت تنزل الجديده هحطها لكم هنا. لكن الباكج اللي موجوده اوريدي في السوق ده الفرق بين الاوريجينال والكوبي. دي طبعا الاوريجينال اللي هي 220، وال100 دي اللي هي الكوبي. تمام، اول حاجه فرق كتابه الارقام باين جدا، شايفين دي الكوبي اللي مكتوب عليها 100 و220 دي الاوريجينال. ده اول حاجه فرق الكلام. تاني حاجه فرق الغطا، زي ما انتم شايفين الغطا بتاع الاوريجينال مدور كده، شايفينه ازاي؟ بتاع الكوبي بصوا عامل ازاي، طويل شويه. شايفين الفرق؟ تمام كده. نيجي بقى من ورا، بصوا هنيجي بص فوق كده في الكلام، هنلاقي طريقة الكلام مختلفة فوق برضو اهو. الحتة اللي هي القصيرة دي وحرف الاي والعلامة بتاعة النار ده الاوريجينال. بصوا الكوبي عامل ازاي، الكلام طويل وكتير، والثلاث علامات دول جنب بعض، فده الكوبي. ده اوريجينال ده كوبي. تمام، برضو الكلام هنا هتلاقوا طريقة الكلام برضو الطباعة هنا احسن بكتير جدا واتقل بكتير جدا في الاوريجينال. فده برضو من المنتجات، يعني الفيتمي فاونديشن ده من المنتجات اللي انت اصلا لو ما عندكيش الاوريجينال او انت مش عارفة الاوريجينال هتتخمي بسهولة جدا في الكوبي. تمام، فعشان برضو قلت عشان تبقوا عارفين ومحدش يضحك عليكم. تالت منتج هتكلم عليه النهاردة هو المنتج بتاع الليب تنت بتاع تناكو. نازل منه نفس المنظر ونفس الشكل بالظبط، بس كيس بيوتي. فمحدش يضحك عليكي ويبيعهولك ان هو تناكو الكوري، ماشي؟ تناكو الكوري مكتوب عليه اهو ماركة تناكو، لكن التاني مكتوب عليه كيس بيوتي. فعشان تبقي عارفه برضو الفرق بينهم، محدش يبيعهولك عشان ان هو كوري، لا. الكيس بيوتي كلنا عارفين انه مش كوري، هو صيني عادي. تمام، فعشان برضو تبقوا عارفين تناكو اهو مكتوب عليه، تاني بيبقى مكتوب عليه بدل تناكو كيس بيوتي. اوكي، بس كده حبيت ان انا انبهكم للحاجات ديت عشان محدش يضحك عليكم. وزي ما بنقول على طول، عايزه تشتري بمزاجك انت حره، لكن محدش يضحك عليكي. وقبل ما نمشي عايزه اوريكم، بصوا بعد ما نشفوا الاتنين دول، شايفين الفرق؟ كوبي اوريجينال، شايفين الفرق؟ بس طبعا عايزه اقول لكم انه طبعا دي معلومه كلنا عارفينها عن محمود سعيد ان ثباته مش قوي، لكن ما بيستغناش عنه عشان سواده الفاحم وانه مط. ففي ناس بتحط دوت ايا كان نوعه اللي هو القلم ويحطوا فوقيه محمود سعيد الاوريجينال. تمام، لكن بتاع اللي هو الكوبي ده اللي هو زي بتاع ان زي اي حاجه بيتشال بالميه لما تدعكيه جامد، لكن هو مش بيهبب يعني، وبيتشال حته واحده مش بيهبب برضو. تمام، وهرجع تاني افكركم ان الاوريجينال موجود عند صفحة يو بيوتي، واي اوردر هيخرج من عند صفحة يو بيوتي بكود رورو 100 هيبقى معاه هدية جميلة لصاحبة الاوردر. عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تابعوني على الانستجرام يا احلى بنات. باي باي، واعملوا شير كتير عشان يوصل لبنات كتير. باي باي.